السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم متابعي قناتنا الأعزاء. موعد مباراة النادي الأهلي المصري ونادي الهلال السوداني، حيث تقام المباراة في دوري أبطال إفريقيا في دور المجموعات في الجولة الثانية. وتكون المباراة في ملعب الهلال بالسودان، وتنقل المباراة عبر قناة البين سبور 4، ويعلق عليها المعلق الكبير عصام الشوالي. وتقام المباراة في تمام الساعة 6 عصرا بتوقيت مصر، حيث يدخل مارسيل كولر المدير الفني الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث أكد على صعوبة مواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، لأنها ستكون أمام فريق كبير. وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والهلال السوداني إن فريقه عائد من مونديال الأندية ولعب في مستويات عالية اكتسب خلالها الفريق مزيدا من الخبرات. ورغم صعوبة مواجهة الغد، لكننا عكفنا على الاستعداد بشكل جيد للمباراة. وأوضح كولر أن فريقه لم يمر بأي تذبذب في المستوى مؤخرا كما يقول البعض، خاصة في مواجهتي ريال مدريد الأسبانية وفلامينغو البرازيلية في مونديال الأندية، مؤكدا على أن الأهلي أظهر شجاعة في هاتين المباراتين وكان ندا قويا وقدم كرة قوية وأداء عاليا. وأضاف كولر أن الفريق حصل على قسط من الراحة بعد كأس العالم للأندية، ولاعبو الفريق يمتلكون خبرة كبيرة في التعامل مع الضغوطات المباريات، موضحا أنه يغير في خطة الفريق من مباراة لأخرى وفقا للمنافس. ولكن تبقى شخصية الأهلي حاضرة دائما في كل المباريات، وأن لاعبتهم لديهم قدرة عالية على التكيف مع المباريات ولا يركزون إلا في المباراة فقط. وقال كولر في المؤتمر الصحفي: يجب أن أشيد بمهاجمي الأهلي، هم نجحوا في خلق هجمات وفرص خطيرة في مباريات ذات مستوى عال بكأس العالم للأندية، وهذا يحسب للفريق بالكامل ويؤكد على قوة مهاجم الأهلي والفريق بالكامل. وشدد المدرب السويسري في تصريحاته أنه لا يوجد مهاجم يتمكن من تسجيل كل الفرص، وأكد على ثقته الكاملة في كل مهاجمي الأهلي وزملائه من لاعبي الفريق. وعن مواجهة الهلال السوداني أجاب مارسيل كولر: فريقي عائد من مونديال الأندية ولعب في مستويات عالية وضد فرق كبيرة، واكتسب خلالها الفريق مزيدا من الخبرات. ورغم صعوبة مواجهة الغد، لكننا عكفنا على الاستعداد بشكل جيد جدا لهذه المباراة. مشاهدينا الكرام، كل التمنيات لكلا الفريقين. في النهاية، إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا أن تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.